في حرب الاستنزاف كنا لازم نوصل للعدو الصهيوني اننا مش بس قادرين نعمل عمليات عسكرية جوه سيناء، لا ده احنا نقدر كمان نوصل للعمق الاستراتيجي بتاعه وننفذ هناك عمليات عسكرية. وده اللي حصل بالظبط في الإغارة على ميناء إيلات. وفي الحلقة دي بقى عزيزي المشاهد هنتكلم عن العمليات العسكرية داخل ميناء إيلات. ولازم نفرق عزيزي المشاهد ما بين العمليات العسكرية داخل ميناء إيلات وتدمير المدمرة إيلات. فركز معايا كده عزيزي المشاهد عشان نعرف الفرق ونعرف تفاصيل العمليات، ونتقابل بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أوائل سنة 1968 اشترت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية ناقلتين بحريتين. الأولى كان اسمها بيت شيفع والتانية كان اسمها بات يم. وبيت شيفع عزيزي المشاهد كانت ناقلة مدرعات برمائية وكانت بتقدر تحمل 7 مدرعات برمائية. أما بات يم فكانت ناقلة جنود. وبعد ما إسرائيل اشترت الناقلتين دول مع كمان استغلالها للتفوق الجوي بتاعها، بدأت تستغل الناقلتين دول مع التفوق الجوي وتشن عمليات داخل العمق المصري، وكان بالتحديد على السواحل الشرقية لمصر. وكان أشهر العمليات دي كانت عملية الزعفران، واللي استمرت حوالي 15 ساعة. قدر فيها الكوماندوز الإسرائيلي بمساعدة بيت شيفع وبات يم والتفوق الجوي إن هم يفككوا رادار من مصر وياخدوه بطياره هليكوبتر. زائد كمان ان هم قتلوا عدد كبير من الجنود اللي كانوا موجودين في الزعفرانه في الوقت ده. ده غير كمان ان محافظ البحر الاحمر في العمليه دي استشهد. الجنود الصهاينه عملوا له كمين، ويقال في احد الروايات ان هم داسوا بالدبابه بتاعتهم على العربيه اللي فيها المحافظ. فعمليه الزعفرانه لقت صدى كبير في العالم، وخصوصا ان الصهاينه بيعرفوا يعملوا بروباجندا جامده. ومع نقلهم للرادار صوروه وبثوه في كل المحطات الدوليه، وتم عزل فيها اللواء احمد اسماعيل اللي كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه، وعين بداله اللواء محمد صادق اللي كان رئيس المخابرات الحربيه في الوقت ده. ده غير كمان ان الناقلتين دول عملوا حوالي 3 أو 4 عمليات كمان. وطبعا ما كانش ينفع يتدمروا بالطيران لانهم بيتحركوا وفوقهم غطاء جوي من الطيران الاسرائيلي. وطبعا في فرق شاسع ما بين قوه الطيران الاسرائيلي وقوه الطيران المصري. ومن هنا عزيزي المشاهد صدر امر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بضروره تدمير المدمرتين دول باي وسيله ممكن. المهم ان لازم الناقلتين دول يتدمروا. فاجتمع قائد القوات البحريه الفريق محمود فهمي مع الرئيس جمال عبد الناصر وقال له ان احنا لازم ندمر الناقلتين دول بالضفادع البشريه. وطبعا مهمه الضفادع البشريه كانت عباره عن ايه؟ ان هم هيزرعوا الغام بحريه في ظهر الناقلتين عشان يدمروهم. وطبعا الناقلتين دول ما بيرسوش الا في ميناء ايلات او في شرم الشيخ، فكان لابد من الاغاره على ميناء ايلات او على شرم الشيخ. ومن هنا الرئيس جمال عبد الناصر صدق على العمليه، فبدا الاستطلاع على الناقلتين دول. وكان خط سيرهم كالتالي: ان هم بيتحركوا من ميناء ايلات لخليج نعمه في شرم الشيخ، ومن شرم الشيخ يبداوا الاغاره على السواحل المصريه. وفي 16 نوفمبر سنه 1969 تم تشكيل 3 فرق من الضفادع البشريه، وكان كل مجموعه مكونه من فردين، ضابط وصف ضابط. مجموعه منهم هتسافر لميناء العقبه الاردني ومجموعتين هيسافروا الغردقه. وكانت الخطه كالتالي: ان المجموعتين اللي في الغردقه هيتحركوا بلانش ويبداوا يغتصوا اول ما يتحركوا ناحيه شرم الشيخ، او اول ما يبداوا يبقوا على حدود شرم الشيخ. اما لو ما اتحركوش لميناء شرم الشيخ وهيفضلوا في ميناء ايلات، فالمجموعه اللي سافرت خليج العقبه او ميناء العقبه الاردني هتهاجم هي الناقلتين وتخترق ميناء ايلات. واللي حصل في اليوم ده عزيزي المشاهد ان الناقلتين هيباتوا في ميناء ايلات، فبالتالي المجموعتين اللي كانوا في الغردقه انتهت مهمتهم. وقامت المجموعه اللي موجوده في خليج العقبه الاردني في 16 نوفمبر سنه 69 بالخروج بعوامه من ميناء العقبه ويتحركوا لحد نص المسافه ما بين العقبه وايلات، ومن هنا ينزلوا يغطسوا في الميه لحد ما يروحوا ميناء ايلات. ولكن الميناء كان ساعتها متامن تامين شديد، فما عرفوش يوصلوا للناقلتين. فقال لك هنرجع بايدينا فاضيه؟ ابدا والله. فكان موجود على الرصيف الحربي ناقلتين برضو كانوا بيشاركوا في العمليات العسكريه دي، وهم هيدروما ودهاليا. فالمجموعه راحت ملغمه الناقلتين دول. وفي اثناء التلغيم الرقيب فوزي البرقوقي حصل له تسمم في الاكسجين، وكان لابد ان هو يخرج من الميه عشان يعرف يتنفس كويس. ولكن لو خرج هيتم كشفهم والعمليه هتبوظ. ومن هنا عزيزي
المشاهد تبدا تضحيه مفيش بعد كده منها تضحيه، وهو ان الرقيب برقوقي رفض ان هو يخرج من الميه يتنفس، وقرر ان هو يضحي بنفسه في سبيل نجاح العمليه. شوف تخيل كده نفسك عزيزي المشاهد لو كتمت نفسك دقيقه، بعد الدقيقه بتلاقيك انت غصب عنك بحركه لا اراديه بتتنفس، ما بتعرفش تكتم نفسك اكتر من كده. تخيل هو جاله تسمم وهو تحت الميه ومع ذلك قرر ان هو يستشهد عشان نجاح العمليه. حاجه منتهى التضحيه بصراحه. فرحمه الله على البرقوقي وعلى كل شهداء مصر. وخلص الملازم اول بحري نبيل عبد الوهاب المهمه وزرع الالغام، ولكن ما سابش صاحبه، فخده على ظهره وبدا يعوم بيه، وما عامش بيه عزيزي المشاهد كيلو ولا 2، لا ده عام بيه 14 كيلو. واستغرقت العمليه دي حوالي 6 ساعات، من الساعه 1 الصبح لحد الساعه 7 الصبح. واول ما وصلوا للشط بدأ الانفجار في هيدروما ودهاليا، وده اللي ادى ان هم يخرجوا من الخدمه. والصهاينه ادركوا عزيزي المشاهد ان القوات المسلحه المصريه عاوزين بيت شيفع وبات يام، وبالتالي بدأت اجراءات صارمه عشان يامنوا الناقلتين دول. فاصدرت تعليمات للناقلتين بعدم المبيت في ميناء ايلات، بحيث ان هي تقوم بالتجول في البحر مع اخر ضوء، ومع اول ضوء ترجع تاني تستقر في ميناء ايلات. ليه بقى؟ لان قوات الضفادع البشريه ما بتشتغلش الا في الليل، فلو جم يعملوا عمليه عسكريه الصبح يتكشفوا بسرعه. وبعد العمليه دي الصهاينه حبوا يردوا لنا القلم بمساعده الناقلتين برضه، فهجموا على جزيره شدوان وجزيره صخريه كمان معاها، ولكن الهجوم فشل. ولكن لما كانوا في جزيره شدوان خدوا منها ذخائر، وهم بينقلوها ببيت شيفع تروح الذخائر منفجره يموت فيها 60 اسرائيلي، وباب الناقله يحصل فيه مشاكل فما عادش يقفل ويفتح، فبالتالي كانت لازم تروح الصيانه. فكانوا لابد ان هم يستقروا في ميناء ايلات عشان يتعمل لهم الصيانات دي. ومع استقرارهم في الميناء وتحت التهديدات المصريه من الضفادع البشريه، فكان لابد من تامين الميناء تامين صارم. فاغلقوا الميناء من تحت بالشباك، والشباك دي متوصله باجهزه انذار، يعني اي حد يلمس الشبكه اجهزه الانذار تضرب على طول. وحوالين الناقلتين بيتحرك لانشات كل شويه بترمي عبوات ناسفه كل 10 دقائق، وكل فتره بتطلع طيارات هليكوبتر ترمي قنابل مضيئه في الميه عشان لو في حاجه تحت تشوف. ده غير كمان ان كان في كشافات اتعلقت في رصيف الميناء، فكان تحت الميه زي ما يكون ظهر بالظبط، بحيث ان الضفادع البشريه ما تقدرش تتحرك. ونسيب ميناء ايلات ونوصل للقاهره، وتحديدا مع المخابرات الحربيه والمخابرات العامه المصريه اللي وصلهم اخبار بكل وسائل تامين ميناء ايلات. ومن هنا بدات تتحط الخطه عشان الضفادع البشريه تهجم على الناقلتين وهم موجودين. وكان سر الخطه كالتالي، ان هم برضه هيخشوا على ميناء ايلات يزرعوا الغام بحريه في ظهر السفينتين او الناقلتين وهم موجودين في الميناء. هتقول لي ازاي وسط التامينات دي؟ هقول لك هو ده اللي حصل وهحكي لك. فتم تشكيل مجموعتين من الضفادع البشريه، الاولى بقياده ضابط بحري كان اسمه عمرو البتنوني، وكان معاه رقيب بحري كان اسمه علي ابو ريشه، والمجموعه الثانيه كانت بقياده الضابط رامي عبد العزيز ومعاه الرقيب محمد فتحي. واتحركوا بمعداتهم من ميناء الاسكندريه للعراق، وكان في استقبالهم اعضاء من منظمه التحرير الفلسطينيه. ومن العراق سافروا لعمان في الاردن، وباتوا ليله هناك يجهزوا فيها الالغام، وكل ضابط ورقيب معاهم لغم. وبعدها اتحركوا لميناء العقبه تاني، وكان في استقبالهم في الوقت ده رائد من القوات الاردنيه، واللي كان بيشتغل مع المخابرات المصريه بدون علم المخابرات الاردنيه، فما كانوش هيقدروا يخشوا الميناء غير بعلمه، فهو اللي ساعدهم ان هم يخشوا الميناء. وبداوا يجهزوا معداتهم وهم على الشط الساعه 8:30 مساء يوم 5 فبراير سنه 1970 ينزلوا الميه. ونزلوا الميه ما كانش معاهم عوامات او معاهم اي لانشات تنقلهم لنص المسافه زي ما حصل في العمليه الاولانيه، لان المخابرات الاردنيه كانت حاطه عينها على الميناء، فلو اتحركوا الصوت هيتعرف فالعمليه هتفشل. ومن هنا اتحركوا عوم. وفي نص المسافه الرقيب محمد فتحي اكتشف ان الاكسجين معاه قرب يخلص، ومن هنا كان صعب ان هو يكمل العمليه بتاعه، وبالتالي رجع تاني من غير ما يكمل، فاصبحوا 3. وفي نص المسافه بداوا يغوصوا، والمسافه كانت حوالي 5.5 ميل بحري. وصلوا ميناء ايلات في حوالي الساعه 12 وتلت، وكانوا عارفين ان العبوات الناسفه ديت بتترمى كل 10 دقائق، فكان لابد يدخلهم وتلغيم المكان والخروج منه قبل ال10 دقائق. وهم داخلين على الشباك تلوا الآية الكريمة اللي بتقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ووزعوا نفسهم، وكان الضابط رامي عبد العزيز بمفرده على بات يام، واتحرك الضابط عمرو البتنوني وعلى ابو ريشه ناحيه بيت شيفع، وبداوا يلزقوا فيهم الالغام البحريه، وضبطوا توقيت الانفجار على ساعتين، مع ان المفروض كانت الخطه متفقه ان هم هيتيمروا الالغام على 4 ساعات، ولكن من حق فرد القوات الخاصه ان هو يعدل في المهمه حسب طبيعه المكان وحسب الوقت، وبالتالي تيمروا الالغام
على ساعتين بس. وفي الساعة 2 صباحا يوم 6 فبراير بدأت الانفجارات، وميناء ايلات عزيزي المشاهد بدأ ينور وكأنها أشبه بالألعاب النارية، وبدأت دوريات صهيونية تتحرك حوالين الميناء عشان تلقطهم، لكن سبحان الله قدروا يهربوا من غير ما حد يمسكه. وباتيام في المهمه ديت غرقت وعادت لا تصلح وخرجت من الخدمه خالص، واتقتل عدد كبير من الجنود في الوقت ده. ومع العمليه دي تم تغيير قياده القوات البحريه الاسرائيليه. ونسيب الميناء والاحداث اللي حصلت فيه ونكمل مع ابطالنا اللي وصلوا على ميناء العقبه، واول ما وصلوا سلموا نفسهم عشان يرفعوا الحرج عن المخابرات والقوات المسلحه الاردنيه. ولكن حصل معاهم مواقف كانت غريبه حبتين، وهي ان المخابرات الاردنيه قبضت عليهم وعاملوهم اسوأ معامله. والضابط الاردني اللي كان شغال مع المخابرات المصريه عرف ان المخابرات الاردنيه قبضت عليهم، فبلغ المخابرات العامه المصريه. فبالتالي المخابرات العامه المصريه اتصلت بالمخابرات الاردنيه وقالت لهم لازم تسلموا لنا الرجال. فهنا المخابرات الاردنيه ردت عليهم رد غريب، وهو ان مفيش ضباط مصريه في حوزتنا واحنا ما قبضناش على حد خالص. فهنا المخابرات المصريه استشعرت الغلط واستشعرت الخطر على رجالتنا، وخافوا للمخابرات الاردنيه تقتلهم او يسلموهم للقوات الاسرائيليه. وده كان حدث غريب اصلا في الوقت ده. فبالتالي المخابرات العامه المصريه وصلت الصوره كلها لرئيس جمال عبد الناصر. ولاجل الحظ ان كان في مؤتمر عربي في القاهرة، وكان الملك حسين ملك الأردن موجود عندنا في القاهرة. وفي أثناء الاجتماع دخل الفريق فوزي على الرئيس جمال عبد الناصر وحكى له الوضع. وفي أثناء الاجتماع طلب الرئيس جمال عبد الناصر استراحة شوية، وراح دخل على غرفته. وبعد ما دخل بعت ضابط للملك حسين وقال له الرئيس جمال عبد الناصر عايزه. وأول ما دخل عليه قال له سيادتك انت مشرفنا هنا لحد ما رجالتنا ترجع من الاردن. فراح الملك حسين متصل بالاردن وقال لهم لازم تبعتوه. ومع اول طياره من الاردن للقاهره وصل ابطالنا واستقبلهم الرئيس جمال عبد الناصر وكرمهم كمان. وبعد فتره وصلت معلومات للمخابرات المصريه ان بيت شفع اعاد تصليحها ودخلت الخدمه تاني. فقررت القوات المسلحه ان هي برضه تخرجها من الخدمه. ومن هنا بدا التخطيط للعمليه الثالثه للاغاره على ميناء ايلات. وكانت الناقله عزيزي المشاهد بتتحرك مع اخر ضوء في البحر، ومع اول ضوء ترجع تاني المينا، مع زياده التامين كمان على المينا. فالخطه اتوضعت كالتالي: قال لك احنا هنلغم رصيف المينا بحيث ان لما الناقله تبدا ترسى اللغم ينفجر فيها وتتدمر هي كمان. وبدا تحضير لغمين من ماده الهالوجين شديده الانفجار، وتشكل مجموعه ضفادع بشريه وياخدوا اللغمين معاهم. وبالفعل برضه قدروا يخشوا ميناء ايلات تاني ويزرعوا اللغمين في رصيف المينا، وضبطوا التايمر على 12 ساعه. ولكن حصل تفصيله، وهي ان الناقله اتاخرت عن الميعاد اللي المفروض ترسى فيه في المينا. فاللغم الاول انفجر قبل ميعاده ودمر رصيف المينا. فنزل ضفادع بشريه اسرائيليه عشان تدور على المصريين، وكان لسه اللغم التاني ما انفجرش. فهم اثناء ما كانوا في الميه بيدوروا وبيشيلوا الضحايا راح اللغم التاني منفجر، فزود عدد الضحايا. وبعد الثلاث اغارات على ميناء ايلات دول عزيزي المشاهد لا عاد لا في ناقلات ولا يحزنون، واوقفوا العمليات العسكريه اللي بتتم من خلالهم. وقدرت قواتنا المسلحه وضفادعنا البشريه ان هم يعملوا 3 اغارات ناجحه على ميناء ايلات، وكانهم كانوا في حصه تدريبيه. اما عزيزي المشاهد تدمير المدمره ايلات انا عملت لها حلقه هنا على القناه، هسيبها لك في وصف الفيديو. وما تنساش بقى عزيزي المشاهد تدعم الحلقه دي بلايك، ولو لسه مش مشترك على القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانزل قول لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الحلقه دي وعاوز حلقات عن ايه كمان. واتمنى تشير الحلقه دي على اكبر نطاق عشان تعرف الاجيال الجديده تاريخ ابطالنا. ويلا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، سلام.